بدأنا سلسلة جديدة مع بعض هنا في كوريا، بوريكم المطاعم الحلال عشان لما تيجوا كوريا سيف ذس فيديو، عشان النهارده هروح مكان اسمه ألادينز لامب. بحب قوي شكل الشوارع الكورية اللي كلها انوار كده. وصلت المكان، مكتوب حلال اهو، يلا بينا. اول حاجه نزلوا لنا دي، بحب قوي الكوريين بيحطوا لنا ميه كده تكون ريفيل. طلبنا سلطه. عايزه اقول لكم الحاجه بجد بجد شكلها حلو قوي، الحمص عشان الواحد اشتاق بصراحه يا جماعه. المنظر شكله يشهي. انا اصلا ما بحبش اللحم الضاني خالص وما بقدرش استحمل ريحته، فاول بوينت ان انا مش شامه اي ريحه خالص. هنكتشف بقى من الطعم. وجابته بقى على الجنب، يلا بقى ندوق. تعالوا ندوق الاول. بسم الله. لا مش حاسه طعم الضاني خالص. هي رشحت لي حاجه، قالت لي اخد حته عيش صوص كده ببصل، ناخد بقى حته لحمه. اهم حاجه الرز الكوري. ودي يا جماعه تعالوا يا جماعه ندوق اللي وريته لكم، اللي هو الكيمشي تشيجي، كيمشي وتوفو واللحمه. بسم الله. ممكن نحط معاه رز، حاسه هيبقى حلو. نحط رز. البيض احلى حاجه، من حاجه بتفضل سخنه. ده نوع اخر من اللحمه. دي بقى يا جماعه اللي هي المارينيتد. يا جماعه اول واحده اصلا كانت رهيبه، انا مش فاكره بقى المارينيتد هتبقى عامله ازاي. طب دي بقى يا جماعه مش عايزه صوص، ممكن نحطها في ده. قالوا ندوق. هي اول حاجه بترشحها نعملها ان احنا نجربها الاول كده ايه، بس بالملح. بسم الله. هي ازاي تحفه كده. لا يا جماعه بجد ايه ده، دي لحمه خروف، بس الخروف كوري مذبوح بالطريقه الاسلاميه طبعا، يعني more than perfect. So good. It's so good. اخر حاجه بقى قلت اجربها اللي هي الريش المخليه. انا بجد قلت انا هاجي اجرب بس، وكنت حاسه ان حاجه مش هتعجبني. انا ما بحبش اللحمه الضاني خالص. انا بقول لكم انا قاعده في كوريا حبه، انا هاجي المكان ده كتير قوي. ده يا جماعه المكان اهو عشان تاخدوه سكرين شوت.